السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكل المشاهدين الكرام في البث المباشر من ملعب المسيرة بأسفي الذي يحتضن قمة الجولة 13 للدوري الاحترافي إنوي، حيث يستقبل فريق أولمبيك أسفي فريق الوداد الرياضي البيضاوي. مباراة مهمة للفريقين، صاحب الأرض والجمهور يسعى لتسلق الدرجات وإنهاء شطر الذهاب في مرتبة مريحة، والوداد عينه على الصدارة وتدويب الفارق على الغريم الرجاء المتصدر. أجواء حماسية، حضور جماهيري كبير، جماهير أولمبيك أسفي التي تحضر خلال هذا اللقاء. أولمبيك أسفي صاحب الرتبة السابعة، طموحه كبير لتحقيق نتائج قوية هذا الموسم توازي ما تحقق الموسم الماضي، فيما الوداد كما قلت يسعى لاقتراب أكثر من الصدارة. طرف اللاعب الياس ولاعب هشام عيط ابراهيم، هذه فرصة ترفع الكرة وتدخل الحارس، فرصة لفائدة فريق الوداد أبو الفتح، ولكن انطلاقه من الجهه اليمنى لهشام عيط ابراهيم، هذه فرصه تمريره داخل منطقه الجزاء ممتازه لفائده فريق الوداد، ولكن كان سيف الدين مور تبع هذه المحاوله، امكانيه المراوغه دائما. فرصه ترفع الكره الراسيه وبوليسامبو جونيور، الكره تمر جانبا من القائم الايمن، فرصه اخرى لفائده فريق الوداد، تمريره من الجهه اليسرى بوليسامبو جونيور داخل منطقه الجزاء. يحيى جبران تمريره خاطئه عند سعد الموسلي حاول يبحث على لاعب ابراهيم البحراوي، ولكن التمريره ديالو مشات خاطئه. يحيى جبران الحكم كيقول ما كاينش لك خطا، هذه فرصه الهدف، والهدف هدف اول لفائده فريق اولمبيك اسفي من خطا المستوى التغطيه ومحاوله ابعاد الكره. اولمبيك اسفي ينجح في وضع الكره في الشباك، هدف اول بواسطه اللاعب ابراهيم البحراوي. فرحه كبيره للاعبين وللطاقم التقني ولجماهير فريق اولمبيك اسفي بهذا الهدف. كان هناك خطا على مستوى التمرير وخطا على مستوى التغطيه الدفاعيه، استثمروا نتابعوا من جديد هنا محاوله تمرير من طرف يحيى جبران، مشات الكره طويله تضرب، هل كان هناك خطا؟ اذا متابعه الصوره، اذا رضوان جيد سيتابع الصوره. القرار لرضوان جيد، هل كان هناك شد؟ اذا هناك خطا، إذا إلغاء الهدف وخطأ لفائدة فريق الوداد. وبالتالي المدافع انه امكانيه اصابته كتكون دائما حاضره. هذه فرصه داخل منطقه الجزاء، بوليسامبو جونيور، فرصه وتسديده مشات فوق المرمى. بوليسامبو جونيور طريقه ممتازه باش خدا الكره، يسدد الكره كتمشي فوق مرمى الحارس خالد علوي. لاحظوا من جديد ونتابع هذه التمريره، طرف لعيب زكريا عضراوي، بوليسامبو جونيور طريقة تحضير الكرة بالرجل اليمنى، كرة في الوسط، تمريرة دي فرصة وسط لعيب يوسف الجاري محاولة دخول، هدف أول لفائدة فريق أولمبيك أسفي بواسطة يونس النجاري، مرتد هجومي سريع يستثمر يونس النجاري، يضع الكرة في الشباك، وهدف أول لفائدة فريق أولمبيك أسفي. مرة أخرى ينجح على مستوى المرتدات الهجومية السريعة في الوصول لمرمى الحارس يوسف المطيع. فرحة كبيرة لجماهير أولمبيك أسفي بهذا الهدف، هدف يونس النجاري. سنتابع مرة أخرى هذا الفرصة وهذه المحاولة. الوداد اسماعيل المترجي رفع الكرة داخل منطقة جزاء، بوليسامبو جونيور، فرصة تدخل الحارس دائما ممتازة، تسديدة يحيى عطيطلة، ولكن الكرة مشات فوق المرمى. فرصة لفائدة فريق الوداد، بوليسامبو جونيور، الكرة بالرأس وتدخل الحارس خالد علوي. لاحظوا باليد اليمنى كانت المتابعة ديال يحيى جبران، لعب الكرة بالكعب في اتجاه يحيى عطيطلة الذي يسدد، ولكن الكرة ديالو مشات فوق المرمى. فرصة العودة في النتيجة ديال المباراة من خلال هذه المحاولة. ابراهيم البحراوي في الوسط، تمريره من عبد الرحمن كساك، انطلاقه ديال يونس الجاري، تمريره لهبا بونيفاس. الحكم كيقول ما كاينش هناك خطا، وبالتالي ما كاينش هناك ضربه جزاء، بالتالي كيطلب موسط الدقه. في الوقت جوج ديال اللاعبين مازال ساقطين فوق ارضيه الملعب، الحديث حول كساك وحول هبا بونيفاس. الحكم الان وقف اللاعب، اذا هناك انذار لامين ابو الفتح. تدخل ديال المدافع فرحاني هواري من الجهه اليسرى، هواري امكانيه التمرير خطيره وتدخل يوسف مطيع يمكن نقول بانه ابعد هدف كان محقق ديال فريق اولمبيك اسفي. تمريره عرضيه من الجهه اليسرى وتسديده، تدخل الحارس يوسف مطيع. سنتابع مره اخرى لاعب فرحاني، تيجي الكره في الجهه اليمنى عند أونجم،
تمريره خاطئه من محمد بونجم. هذه فرصه البحراوي مراوغه البحراوي، تدخل يوسف المطيع، ابراهيم البحراوي يمرر لسعد مرسي لوحده الهدف. هدف ثاني في الوقت. الحكم المساعد رفع الرايه، الحكم المساعد رافع الرايه، ولكن ماذا يقع في دفاع فريق الوداد في بدايه هذا الشوط الثاني؟ هناك فراغ صراحه بالنسبه للدفاع ديال فريق الوداد. الحكسك ديال السعيد اللي اعتل فيه، تلعبت الكره في القائمه الثاني، تدخل ممتاز وابعاد الكره من طرف الحارس يوسف مطيع. خروج موفق راح المباراه لانه سقفوا ارضيه الملعب مره اخرى. هذه فرصه أولجم رفع الكره في القائمه الثاني وتدخل الحارس. تدخل اصابه ديال حد اللاعبين ديال فريق اولمبيك اسفي مازال سقف ارضيه الملعب. تمريره عند سعد الموسلي، هذه فرصه لفريق فريق اولمبيك اسفي، دخول داخل منطقه الجزاء. بونيفاس والهدف الثاني لفائده فريق اولمبيك اسفي. عبا بونيفاس يضع الكره في الشباك، وهدف ثاني لفائده فريق اولمبيك اسفي. فرحه كبيره لاصدقاء خالد علوي وللمدرب زكريا عبوب، تقريبا بنفس الشكل وبنفس الطريقه. مرتد هجومي انطلاقه ديال عبد الرحمن الكساك الذي يمرر في اتجاه لاعب الغيني ابا بونيفاس الذي كان امام مرمى فارغه، يضع الكره في الشباك. وهدف ثاني لفائده فريق اولمبيك اسفي. لاحظوا الفرحه، تدخل زكريا الدراوي، مشات الكره في الجانب اليمنى، تمريره عند لاعب الشرقي البحري وتسديده وتدخل الحارس خالد علوي. فرصه ومحاوله بواسطه اللاعب الشرقي البحري الذي حاول يسدد من خارج مستطيل العمليات. أولجم تمريره عند يحيى جبران الحكم كيقول هناك خطا. سقوط ديال العميد فريق الوداد، والحكم كيقول خطا على مشارف مستطيل العمليات. فرصه لفائده فريق الوداد. يحيى جبران، هذا اللقطه زاويه اخرى من عديد الزوايا. رضوان جيد يتابع اللقطه. اذا غنتابعوا الان القرار النهائي ديال رضوان جيد بعد متابعه الصوره. ضربه جزاء للوداد، كان الوداد من تسجيل الهدف. سنتابع الدقائق المتبقيه، ستكون اكثر اثاره واكثر تشويق. رضوان جيد وللمره الفريق في هذا اللقاء الشرقي البحري في انتظار الصافره. الشرقي البحري تدخل الحارس خالد علوي، يتألق ويبعد الكرة. الشرقي البحري يسدد وخالد علوي في المكان المناسب يتصدى لهذا ضربة جزاء. فرحة كبيرة على مستوى المدرجات. هذا الشرقي البحري لم يتم في الدين بوهرة امكانيه التمرير على مستوى الجهه اليمنى بالفعل عند محمد أولجم غادي يعمل العرضيه. فرصه راسيه كان مشى ترفع الكره داخل منطقه الجزاء. فرصه راسيه والكره مرت جانبا. ابراهيم البحلاوي. فرصه ومحاوله لفائده فريق اولمبيك اسفي. تمريره كانت من الجهه اليمنى في الوقت اللي الحكم المساعد كان رافع الرايه، في الوقت اللي يحاول يلقى حلول. في الوقت تبدا المحاوله، اول لمسه لهشام بوسفيان دخول داخل منطقه الجزاء. فرصه تمريره، فرصه الهدف الاول لفائده فريق الوداد بواسطه بولي سامبو جونيور. اول فرصه واول لمسه لهشام بوسفيان، يراوغ ويتوغل داخل منطقه الجزاء، يمرر في اتجاه اللاعب السنغالي بولي سامبو جونيور الذي ينجح في تسجيل الهدف وبالتالي تدويب الفارق. جوج الاهداف مقابل هدف واحد. هداف الموسم الماضي بولي سامبو جونيور ينجح في الوصول للمرمى والوصول للشباك. هدف اول لفائده فريق الوداد الرياضي البيضاوي. تلعبات الكره طويله من يوسف المطيع، الكره كانت طويله هنا بالراس، وصلت لهشام بوسفيان.